اعلان الاهلي واتصالات حراق. قبل بس ما تاخد الفيديو على قلبك اسمع رأيي للآخر وبعد كده احكم. وبعيدا على ان بالنسبة لي كلمات الأغنية وطريقة التصوير والإخراج كل حاجة في الإعلام فعلا في قمة الحلاوة، ولكن اللقطة اللي أثارت الجدل هي لقطة أحمد كمال لما ظهر وهو في دور الشخص اللي عنده مشاكل نفسية ووراه عربية إسعاف بيضة عليها خطين حمر. ده طبعا خلى غريمي من امبارح وهو مش على بعض. بس في حاجة محتاج أقولها ويا ريت الناس تفهمها، الكورة هي معمولة لغرض الترفيه لا أكتر ولا أقل، وجزء كبير قوي من الترفيه اللي في الكورة هو النكش اللي بيحصل ما بين الأندية وبعضها وما بين الجماهير وبعضها. ففكرة إن يطلع في إعلان لنادي إن يحصل لقطة تانية فيها اسقاط على النادي المنافس او ليه دايما بنحاول نتكلم على اننا في المدينه الفاضله، ان يا جماعه الكوره دي هي كل حاجه في الدنيا وطلعناها من الاطار الطبيعي بتاعها وهو اطار الترفيه. اديك شفت لقطه ظهر فيها شبيه ميسي وهو لابس تيشرت نفس لون تيشرت انتر ميامي، وشبيه روديجر وشبيه امبابي في اسقاط على انتر ميامي اللي هيلعب ضد الاهلي في كاس العالم للانديه، وريال مدريد اقوى فريق موجود في البطوله. وكل المشاكل اللي بتحصل نتيجه التعصب هي بسبب ان الناس بتاخد الكوره خارج الاطار بتاعها، وهو تاني وتالت ورابع هفضل اقوله الترفيه. فانا شخصيا كواحد اهلاوي لو لقيت ان في اعلان نادي الزمالك بينكشوا فيه الاهلي مش هطلع اعيط واعيش في الدور ان انا ضحيه، عادي جدا هتقبل الموضوع لان في الاول وفي الاخر ده ترفيه. فبجد نفسي الناس في مصر تفهم وتحط كل حاجه في اطارها الطبيعي، عشان يا جماعه من الاخر كده يبقى عندنا برودكت او يبقى عندنا حاجه فعلا تستاهل ان احنا نتفرج عليها. اتمنى تفهموا. وعشان كده